هاي يا جماعة، لما باجي اهاير حد عندي في الايجنسي بهايرهم على اساس ايه؟ الفكرة انا اتعلمت حاجة من مديري القديم، كان دايما بيقولها لي ان اللي عنده شطارة معينة في حتة واحدة ممكن يقدر يطور منها كتير قوي بعد كده، بس اللي عنده عيب في شخصيته وعنده مشكلة في شخصيته مش هيعرف يصلحها مع الوقت مهما حاولت انك تعمل. فانا بختار على اساس حاجتين: الكاركتر والكومبتنس. الكاركتر شخصيتك عاملة ازاي مع الفريق، وانا اهم حاجتين عندي هما الامانة، ويكون امين على شغله، امين على وقته، امين على الحاجه اللي بياخدها، وامين على التيم اللي معاه، وامين على الكلاينتس اللي بيشتغل عليهم، وانه بالتالي هيكون سالك جدا ان هو يعرف يكون بيتعامل مع الناس عموما من غير اي هيدن اجنده وعنده اي مشكله. تاني حاجه ممكن تيجي بعدها هي الشطاره، ان هو لو شاطر بس هو ما عندوش الحاجتين الاولانيين عمره هيبقى شاطر فعلا في شغله، ان هو يعرف يكون بيكبر البيزنس بشكل صح. فالشاطر ممكن تمرنه، بس اللي عنده مشكله في الكاركتر بتاعه صعب تعرف تغيره. فلو انت بتدور على تيم ممبر معاك، دور على الشخصيات اللي الفاليوز بتاعتها او قيمها قادره تتماشى مع القيم بتاعتك، عشان ما تتعبش وانت بتحاول تدير الفريق بتاعك. قولي في الكومنتس انتوا بتدوروا على ايه لما بتيجوا تهايروا اي حد معاكم في البيزنس.